بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بنودع النهارده اللاعب المصري أحمد رفعت، واللي سايب وراه أثر كبير جدا في عالم كرة القدم المصرية. أحمد رفعت بدأ مسيرته في سن مبكر، واللي انضم لصفوف الناشئين في نادي الزمالك، واللي وقتها أظهر موهبة كبيرة وإمكانيات استثنائية خلته واحد من أبرز لاعبي جيله. على مر السنين انتقل رفعت للعب في كذا نادي مصري، منها الاتحاد السكندري والمصري بورسعيد، وقدم وقتها أداء والأروع وأهداف خيالية خلته محبوب من جماهيره، وكمان بقى محل احترام زمايله ومدربينه لحد اليوم المنشود. احمد رفعت واللي عنده 30 سنه اخر ماتش ليه كان مع نادي مودرن فيوتشر اتعرض لتوقف في عضله القلب لمده ساعتين تقريبا في ماتش الفريق ضد الاتحاد السكندري في مارس اللي فات، وعليه خدوه المستشفى. وقتها عملوا له انعاش قلب رئوي، وفي النهايه استقرت حالته وانتقل للعنايه المركزه. لكن النهارده السبت اعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي عن وفاه اللاعب احمد رفعت اثر تدهور حاد في حالته الصحيه. رحيل احمد رفعت هو خساره كبيره لعالم كره القدم المصريه، نسال الله ان يتغمده برحمته الواسعه وان يجعل مثواه الجنه، وان